هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة الأول من مارس. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي للفنانة خديجة آدم ماي في أغنية بنديرتنا. يلي ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نافذة ثقافية، وفيها يقدم الزميل أحمد الشريف الجزء الثاني من المقابلة التي أجراها مع الشاعر الأستاذ محمد سعيد ورار. وقبل بدء فقرات برامجنا مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. اجتماع للمجلس الاستشاري لوزراء خارجية دول الإيجاد. اتفاق على التعاون المشترك بين قطر والصومال. الرئيس الأوغندي يعين ابنه قائدا عاما للجيش. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. عقد في جيبوتي في يوم الأربعاء الماضي الاجتماع الدوري للمجلس الاستشاري لوزراء خارجية دول الإيجاد، وركز الاجتماع على التداول حول أوضاع الموانئ في دول المنظمة وسبل تطوير البنى التحتية لها. ولم تشارك إريتريا في هذا الاجتماع كالعادة. الجدير بالذكر بأن إريتريا علقت عضويتها في المنظمة أثناء الخلاف مع إثيوبيا، وبعد تطبيع العلاقات بين البلدين وجهت المنظمة ودولها دعوة لإريتريا لمعاودة الاشتراك في أنشطة المنظمة، ولكن إريتريا حتى الآن لم تقم بأي خطوة تجاه العودة إلى المنظمة التي تضم في عضويتها 8 دول. قام الرئيس الصومالي محمد عبد الله فورماجو بزيارة إلى الدوحة يوم الأربعاء الماضي، حيث التقى بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وتباحث معه حول سبل دعم وتقوية العلاقات بين البلدين. وكان الرئيس الصومالي قد شارك في قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والتي عقدت في القاهرة، وغادر منها متوجها إلى الدوحة. وكانت دولة قطر قد أهدت الصومال 67 مركبة عسكرية، كما قدمت لها دعما ب200 مليون دولار من أجل بناء وصيانة الطرق الرابطة للعاصمة مقديشو مع باقي أقاليم البلاد. ويجيء التقارب الصومالي القطري في ظل ترد للعلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصومال. منح الرئيس الأوغندي يوري كاغوتا موسيفيني ابنه الوحيد رتبة لواء، وعينه قائدا عاما لهيئة الأركان العامة للجيش الأوغندي. وتم ترقية موهوزي كانيرواغابا من رتبة عميد إلى مرتبة لواء، وهي ثاني أعلى رتبة في الجيش الأوغندي. وكان موهوزي البالغ من العمر 44 عاما يحتفظ برتبة عميد لمدة 3 سنوات، حيث كان يشغل منصب مستشار الرئيس الخاص لشؤون العمليات. وجاءت ترقية موهوزي ضمن حملة ترقيات عامة شملت 2000 ضابط في الجيش. وتشير الأنباء إلى أن ترقية موهوزي هي بمثابة إعداد له لخلافة والده الذي يحكم البلاد منذ 33 عاما. وفي حال ترأس موهوزي لأوغندا بعد أبيه، فإنه لن يكون الأول على صعيد القارة الأفريقية، حيث خلف جوزيف كابيلا والده لوران كابيلا في الكونغو الديمقراطية زائر سابقا، وخلف علي بونغو والده عمر بونغو في رئاسة الغابون. وكان رئيس غينيا الاستوائية تيودور أوبيانغ قد عين ابنه نائبا له. وقام الرئيس الإريتري إسياس أفورقي بتعيين ابنه البكر أبراهام أفورقي مساعدا خاصا له. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرنا، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. اجتماع للمجلس الاستشاري لوزراء خارجية دول الإيجاد. اتفاق على التعاون المشترك بين قطر والصومال. الرئيس الأوغندي يعين ابنه قائدا عاما للجيش.
المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرنا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة إيرنا الدولية في باريس نلتقيكم آنساتي سادتي في حلقة جديدة في برنامج نافذة ثقافية، ومعنا الشاعر الأستاذ محمد سعيد ورار. أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك في إذاعة إيرنا الدولية في النافذة الثقافية. هذه إذاعة إيرنا. سلام لكل الشبابات حوية ولاد كرن، أمريكا وأوروبا، فرنسا، نرويج ولندن والسعودية وقطر، إمارات، كويت وبحرين. قدام من حد شاتتا مدير أريمة والزمن، مدير لقلو حدكم أطلال قاو دمن إلا تكرن وانبع عقرت انتاتا دلا قلو والديت وعابيت سكة شتتا سك مدولتك كله أترايام وبدا اللي فكميتو والدايت لزايدت رحمته رب اللي يبلس دي بولادا قلت من فرحته بلو من كود ورار وكفا كفل الشعر التكرم بناته في الوطن ومدر نستفال لمدرا دفا وادي الشبر ونستفال الهواها تونت يكون وقرر أوصاف كرن اللي تنتم من دي تجهولا لولاد قبط أدبر جرادينا كلولا لك لا أنت صرويات أنا بعن طلولا ما يدعاروه تنقل حس حين لربو في الجورة جنة عدنه تاتا لسميتا وقولا كرن فيوريتا كمروز نرجس وياسمين كرن زهرة الباب تلا رحمة قطف وحنين كرن حضارت منزل علم ودين كرن دار خيرات تقره ولا جرادين أرانشي مانغوس طابقل رمان زيتون ومندرين كرن لو حج جمالتا حبر سن لبسيا كرن شمال بروت لمقاطن فتيا وكم ولت عسر وثمان ربس النمنية عمر نقوش وقرمات وكل التمنية فاتك التبق لقصايد كرن كل الحلية. بسم الله نيبل وما شاء الله وتنبينا نستلي ولد كرن قرمته جمال صافي يبلي حتى ليمون فاريته وحتى قرين تتله حتى حبرة برتكان الباب شباب تتقاله وحتى ريم سقادة وشليل من تحته الأزروري إلا فروع انت تشاقلين حوجبة طلع أنبروتك مرتح وبرد مس الأنجابة هيبت عقل وقروب كرمت ركبت مسكبة اتمداين عابيتا علم وحضارتنا يسبا ولا تكرن صعداتا ما يدعروا عن سبا. أهلا بك الأستاذ أحمد شريف، أهلا بك وأهلا بالمستمعين. أهلا بك الشاعر الجميل محمد سعيد ورار. أنا سعدت باللقاء في الجزء الأول وهذا هو الجزء الثاني ونسعد بك. مرحب بك. القصيدة دي كتبتها 200 ود ورار؟ القصيدة كتبتها 2017. طيب، هل كانت مجارة لقصيدة سمعتها؟ لأنك أنت من أبناء مدينة كرن ومولع بالمدينة، ما في مشكلة. يعني كانت المناسبة كانت شنو؟ مجرد حب ولا في موقف معين؟ والله في حنين للبلد والحاصل يعني تشتت أبنائها والأصدقاء والإخوان، يعني التفرق بين بجميع أنحاء العالم، ودي قامت من هذا المنطلق. جميل. طيب، القصيدة دي ما في زول من الفنانين أخذ منك أغنية لمدينة كرن؟ والله قبل كده لسه يعني، لأنه قصايدي كلها طويلة وممكن تتغنى. نعم، لكن قبل كده ما أديت حد. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. جميل إن شاء الله. طيب أعزائي المستمعين، لازلنا معكم في إذاعة إيرنا الدولية وحلقة من برنامج نافذة ثقافية، ومعنا الشاعر محمد سعيد ورار. طبعا بعد شوية برضو أستاذ محمد حنستمع لقصيدة تانية من قصائدك، وحنتحدث عن المناسبة كانت شنو
وهل بتشارك في أمسيات، تقيم أمسيات عندكم هناك في السعودية؟ أستاذ محمد، دار تقرأ لنا شنو هسه من القصائد الأخرى؟ هسه بقرا لكم قصيدة باسم انبع سفلال. طميل، تفضل. يتسأل انبعية قيمته وحزوة جامم، أكي حالة بكيا موداي قاسي وظالم، استترى الحالة شقلي لأمر ود آدم، عندما تصل للبيع الحمد لله قبل وابتسم. يا سلام. يروح لنا للبيع وانت تنبع كفاكف، تتخلص قبل صبغكم من شارع شارع يلفف، شيب الشعر لحالة شقل وصف، والكناف ريحك تزعته ومعتدي بك الحرف، نفس كله تشتهي وعن ريم تنصر، يقول لي امدد الإيديات إيش دي بيا وتحجر، كوكب قاك وسراي لعريوتي قدر، فناتينا من أدحد وجورا دي بنا ريم مدر، حمقت بيلوني قراكا وسربيب قبقت وهقاين، جفر تتقسى أجناباي وبين، تصويرة تعفي وذكرياتنا تأتواين، بسفلال حقت بيلوني وقروبة خلصت سامن، سفالات سمعكو وجواب كتبت بشعر، يجي سابر عد موتات وقروب من نلق شعر، بدم لبك كتبت وانا بعد كتر، قلنا ترقيتك بودا لن يكي تحجر، سفالالكو اناما وسربيب اكو وتوايان، وجمع مودن انتاجي دول فقدك خيزران، وقل استرلم بعيه اتقسى افتنان، حمقى قليلي بلو وبكه لك محوان. يا سلام. قرأته جوابه ولا حالة لبيئة بيا، لذلك فتت كافل ترهان حقو نسأيا، يلأمر فانتيوت عن قلال للرياء، مرار كم تفنتيوت لجروبة دليا، مرار كم تفنتيوت لجروبة دليا. أنا أحس، شكرا على الشعر الرصين القوي، أحس إنه هذه تقريبا قصة حقيقية. والله يا أخي دائما الشاعر والرسام المهم الفنان بصفة عامة أنه هو بيعكس الحاجات الموجودة في المجتمع. أكيد. أيوه، فأنا طبعا كان عندي صاحب أيام كنت في قطر، فكان يحكي لي يعني همومه، وكان عنده قصة هناك، فكتبت القصيدة من هذا الانطلاق، يعني من وحي الحكي لصديقك. أيوه. يعني كنت بمر بقصص كثيرة. نعم. هو شوف، البزامل الشعراء طبعا يعني حكاياته بتطلع للناس. وأنا هنا بتذكر أخونا الفنان الكبير عثمان عبد الرحيم، أنا سألته مرة قلت له، لأنه عنده أغاني كثيرة في الغرام بالذات يعني، وفي الوطنيات كمان، فقلت له عثمان أنت مريت بكل أغانيك اللي غنيتها التجارب، فتخيل يعني رجل غنى يعني ولا زال حتى الآن يغني، فقال لي من كل الأغنيات أنا اللي غنيتها مريت تجربتين، أغنيتين فقط مريت بها تجربة شخصية يعني، أما الباقي شنو؟ قلت له، قال لي الباقي كله جزء من حكاوي الناس يحكوه الأصدقاء وكده، وآهاتهم ومراراتهم، فأنا أترجمه، وجزء من القراءات كمان في الكتب زي ما أنت بتعمل هسي مثلا المجاراة. هو كان بيقرأ المخطوطات العربية، فيقوم كان يترجمها للغة التجرينية يعني. فزي ما قلت يعني الشعراء طبعا يعني القصص بتاعت الأصدقاء والأهل بيستفيدوا منها كمصادر للإلهام. أستاذ محمد، أنتوا في السعودية بتشاركوا، عندكم أمسيات، عندكم منتديات ثقافية؟ والله يا أخي طبعا قبل كده أنا مرة واحدة شاركت في مجموعة من الشعراء، عملوا مجموعة عملنا جروب وسميناها جروب إيتان. إيتان؟ إيتان معناه شو؟ هذول طبعا الشعراء موجودين الإريتريين اللي في أوروبا وهنا، وعملنا أمسية شعرية في بالتوك في دلالة هنا. أيوة. والكلام ده من أسبوعين تقريبا. بالله إيتان معناه شنو؟ والله إيتان طبعا ليها اسم، لكن أنا حاليا ما مستحضر كويس. في البالتوك عملتوا أمسية شعرية يعني؟ أمسية شعرية. مين شارك في الأمسية ديك غيرك يعني؟ والله الشعراء كتاب
شعراء كتار، هم من ضمنهم الطاهر طاهر كرار، عبد الرحمن ومحمود همجاي. غير مجموعة بتاع الشعراء ما شاء الله، يعني شعراء نابغين ولهم إمكانية، والحمد لله أمسية كانت أمسية طيبة وأمسية جميلة كانت. يا سلام. يعني وطبعا الشعراء الكبار ولغة التقرى طبعا لغة شعر وجمال، يعني ما في شك يعني. فعلا فعلا. والاستفادة من السوشيال ميديا هو مهم جدا للتواصل وكده. طيب هل في برنامج تاني، خطة تانية عشان تعملوا أمسيات تانية في المملكة؟ ما قاعد تعمل حاجة مش كده؟ كثير لسه مش أمسية الوحيدة، وحنعمل أمسيات وعندنا طبعا عاوزين ننمي يعني بدون كل الشعراء ونستفيد، حتى يعني عندنا يعني لمستقبل لقدام إن شاء الله يعني برامج كثيرة، يعني ممكن تأليف الكتاب، يعني كل الشعراء ممكن وحاجات زي دي يعني تنشروا أشعار مجموعة من الشعراء في كتاب واحد. كويس العمل الجماعي ما في شك. ونحن في المجتمع الإريتري للأسف الشديد ما نؤمن أو ما نعمل بالعمل الجماعي، كلنا أفكارنا واحدة، كل واحد زي ما الراجل حاكم لوحده وكل واحد دار يبقى لوحده يعني. أستاذ محمد، طيب كذا خلينا نستمع إلى الشعر كمان، يعني الشعر ده جميل يا أخي. هذه إذاعة إرنا. أعزائي المستمعين، لا زلتم مع إرنا، إذاعة إرنا الدولية من باريس. وهذه المرة كما قلنا ضيفنا هو الأستاذ محمد سعيد ورار، الشاعر الكبير. أستاذ محمد، سمعنا حاجة تانية. أي طيب، حسمعك نفس أنت ذكرت لغة تجرايت، وعندي شعر بتجرايت تجرايت. نعم. نتهاجية تجرايت ونزبط إجلاء أمثلت هجي رحيب قبيلتا وهجي العباي قوميين هجي لطعوم مبال سزعت كريت أسر زعت هجي حبنت تجرايت وعمرتا وقاملت. يا سلام. نتداور فنجينا ونتهاجيات محبر إن كان إجلا مسنقو بيساي إنبل وشمبر ببن مدح فتاينا وقاشاينا بنتحدر وبأن يقر لباينا قلوا على الابطار. يا سلام، جميل. دي قبائل تجراي ورحيبتو مسكبه الساحل هليك وسهي والسمهر وعن سبا دقم حرو هزموه وتكبسلت بالركبه زلا افتوا عدوليس لتاريخات تكتبه بركل عالو وتحاتو قاش ام حجر. نعم. وحدود السودان تتعدي مرافيك وتوكر والسودان وكسلة وتقدارف تتذكر بن عامر وحباب كلهم نتهاجوا بحبر. يا سلام. ومن بقفنت تقرايت شعر زر وحلاي من نسة ولا قداميام ود باشقير وعجولاي ود أمير وعب عبد الله ود ويرة وأبلاي وطنبيل وشامات وفارس حلو وفتاي. يا سلام. والزبنة بزحامتهم لجقفوا منا كم شاكر. ثانية تقرايت عن جأب ربابة إدريس حمد على تنسى تاريخ نضال وثورة وبأسولة كاريا فنان إبراهيم والدكورة. يا سلام. بقيانة عمتا دون نتبادل بسلام ببتت عمل هجيك مثل شيدة إلا صلام اترأسان تخابر وكوبا من توم وسلومام ودهوي كل سنيته وكفه لمدر قدام. يا سلام. عاداتنا الإثناتو ينقلب وينواجل عاداتنا دي بهداية شنكيباي انبلوى وعشل وارنا سيف مهاوي وبلبل وشوتل ومسعنا أمورتو فرس جنقلاي وقمل. عاداتنا دي بلباس جلال بو غرمت جلابيك وسديري وسماديك وعمت وساندلي من جلد وسربادو ببدكت وحل نصبت دي بإيدي بالورات وهيبت. يا سلام. ملامحنا أمورتو تقرأ البلونا وعامراب عدنا عد قرآنتو علماء بنا ومشايخ ثب كتاب عدنا عد فرسان ذهب من شباب عدنا عد سلام في الدي حقد ألبنا دي بألباب وصل كل نسالي وجار على الحيطات وباب الطعم مرار نشارك وترهيت وصباب. جميل جميل. منو نتعمل الرعاداتنا دي بتلهيان
نعم. سبقوا السيوف للطرف وأنس كبر زبطة والحالية وردوا مرقدين اللي هو وسيرت والصومية تليا كسكس وشليل دول شبال كريا هو البيل الألباب ونفس ربدا ليها. نعم. طيب عاداتنا دي بسرقوا. نعم واصل. طيب هيك عاداتنا دي بسرقوا ان زينا لحرمت بأساسك قرا ذهب لبسوا في الدب كوفية بقريطة وكم تاج وقلت لكت رود بصوت وشريفيب وفاي آنف وقشايت وكل أوت لا لان طوطل وسلسل ذهب ومسكنة وخشكش ود مناجير ود مناجير وخاتم ذهب ودبلت تقري قرمت حرير مسل والولد وبقدوها تأمرها شليل معي تيبل وقصت وقرين نبش يتحول ودي تجيب حقت وبلباسة تأمرها وبسارو وفوطت حجل ودي وشوم قرن ومع الدخان وعقدت وبقدوته تأمرها صندل ومحلب وكمرة وهنن ودي مقتنا سينا بخور وتنا. يا سلام عليك. يا سلام عليك. شكرا لك. شكرا أستاذ محمد. حقيقة يعني أنا أحييك مرة ثانية وأضم صوتي إلى صوت كل المعجبين بشعرك، وأنت شاعر مجيد وشاعر مفلق يعني كما يقال في العربية. أستاذ محمد طبعا برضو عندك قصائد المجاراة لكبار الشعراء، نحن أمامنا زي 4-5 دقائق، فنتح ليك المجال أخونا العزيز محمد سعيد ورار الشاعر الكبير، نتح لك المجال تقرأ لنا واحدة من القصائد اللي جاريت فيها الشعراء الكبار، ويا ريت لو حدثتنا جاريت مين يعني. فعلا عندي طبعا قصيدة يعني للشاعر يزيد بن معاوية بعنوان أراك طروبا. نعم أراك طروبا. نعم. قصيدة قريتها وعجبتني شديد وحاولت يعني أنقل الجمال اللي قرايت والحمد لله توفقت. تفضل أستاذ محمد، المستمعين في انتظارك. هذه إذاعة إرنا. تأتواين نرأيك بيلونك مفاتبة على الشام إذا مساكبت الشاق تجافر من قدام ربح ترك بيك مقن حتى ركبك من أنعام مثل دينا لحالتك في تثبت أو حمام الدراري بحليل رأيك حمامة ابن دم وحزن اتنا في الشأرمة الشرودي بقى جبعيك كما إشارة تورح لتسماه مدر من اللي إبرها إلا الأشام توريدا نسقوا من التاريخ ابن تاجر يكو تجاب على دميه سلاح قانا صوارة أتهاقا ساتريه إنده يتطبح لمقتن أفقرت منه للبيه يتقطول من قمو ودول تهمو بقتله لكن سؤال قال لي كفو دم يحلله وبولا وو سراي وو تمنيت نفس وأروحت ما يتشاموا في التاء ما يتشاموا في التاء أنا من ضد للحالة بقصاص موت كيت أمسله لكن قتلتني. نعم. من وقت أردتا بكونات لك فتني. يا ساتر. قرمت وعقل وكرمت أمسل بتني. نعم. اتندم وتحزن وتشمبيوت حقتني. نعم. كان ديبا من عدة ومن أمه وأبوها ومن ماز دور ديب أنجاب لعن كوكلة أفوها. اتمطنا كني من لباسه وسرقوها دول تكرر أسقروب وتلبسوا برداها. يا سلام يا أخ. اتحاسدوا لمقدح دول تمتم لكنفر دول كريو اتمكرايو طفوها لتحابر وقدوا بالماي صروي وريد الهير من متنبع لقرمتا لمستير الأمر. يا سلام. بسفر أنت الشرط عندك تفرق من عدة وقاربة إشارة حزين ومهموم يجينا كرين ألبا وتأكد كل السفر كان بيني مرحبا قدم بلبع الشام فاتبنا نتعذب. يا سلام يا أخ. نستميحك أخونا ودورار نقرأ أبيات من أراك طروبا والها كالمتيم تطوف بأكناف اتجاه المخيم أصابك سهم أم بليت بنظرة فما هذه إلا سجية من رمي
على شاطئ الوادي نظرت حمامة فطالت عليها حسرتي وتندمي، فإن كنت مشتاقا إلى ابن الحمى وتهوى لسكان الخيام فأنعمي، خذوا بدمي منها فإني قتيلها، وما مقصدي ألا تجود وتنعمي، ولا تقتلوها إن ظفرتم بقتلها، ولكن سلوها كيف حل لها دمي، وقولوا لها يا منية النفس إنني قتيل الهوى والعشق لو كنت تعلمي. أنا حقيقة سعدت بلقائك أخونا السيد محمد سعيد ورار، ولأن الزمن لاحقنا، ولكن نأمل أن نلتقيك مرة ثانية. شكرا لك السيد محمد سعيد ورار، كلمة أخيرة لو عندك تفضل. والله شكرا لك الأستاذ، أنا أسعد وشكرا للمستمعين الله يخليك. شكرا لك أخونا ود ورار، وكنتم سادتي مع حلقة في برنامج نافذة ثقافية مع الشاعر ود ورار، تحدث إليكم من المملكة العربية السعودية، وتقبلوا تحياته وسلاماته كثيرة. وهذا محدثكم أحمد شريف من إذاعة إرنا يحييكم مرة أخرى برفقة الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة إرنا. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعي ومستمعات الأفاضل، أعيد إليكم موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا لهذا اليوم. اجتماع للمجلس الاستشاري لوزراء خارجية دول الإيجاد. عقد في جيبوتي في يوم الأربعاء الماضي الاجتماع الدوري للمجلس الاستشاري لوزراء خارجية دول الإيجاد، وركز الاجتماع على التداول حول أوضاع الموانئ في دول المنظمة وسبل تطوير البنى التحتية لها، ولم تشارك إريتريا في هذا الاجتماع. اتفاق على التعاون المشترك بين قطر والصومال. قام الرئيس الصومالي محمد عبد الله فورماجو بزيارة إلى الدوحة يوم الأربعاء الماضي، التقى فيها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وتباحث معه حول سبل دعم العلاقات بين البلدين. ويجيء التقارب الصومالي القطري في ظل تردي للعلاقات بين دولة الأمارات العربية المتحدة والصومال. وأخيرا، الرئيس الأوغندي يعين ابنه قائدا عاما للجيش. منح الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ابنه الوحيد رتبة لواء، وهي ثاني أعلى رتبة في الجيش الأوغندي، وعينه قائدا عاما لهيئة الأركان العامة للجيش، وبذلك يكون الرئيس الأوغندي قد مهد لابنه لرئاسة أوغندا في حال رحيله بعد حكمه للبلاد 33 عاما. مستمعينا والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي الختام لا يفوتني إلا أن أذكركم دوما مستمعي والمستمعات الأفاضل بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة والبرامج الأخرى لإذاعة إرنا، لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرنا.